حاسة ان العمر بيعدي والسنين بتجري بيكي كده وحياتك للأسف هي المشكلة مش في الظروف، والمشكلة مش في الناس اللي حواليكي. المشكلة في عقلية معينة انت سايبة نفسك ليها، عمالة بتسرق حياتك وعمرك حرفيا وانت مش واخدة بالك. خلينا نتعرف النهاردة على 4 أنواع من العقليات اللي ممكن لو احنا عرفناهم وفهمناهم وعرفنا ازاي نتصرف معاهم ونحلهم نتبنى عقلية جديدة. ازاي ده ممكن يغير حياتنا 180 درجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. العقليات اللي احنا تربينا عليها كبنات وكسيدات في المجتمع بتاعنا ان احنا دايما نتحمل، ان احنا دايما نخلي رغباتنا او احتياجاتنا اخر حاجة وما نطالبش بيها اصلا. بنخاف نعبر عن نفسنا، بنخاف نتكلم، عندنا خجل غير طبيعي من كل حاجة حوالينا حتى اقرب المقربين. ممكن يكون حد رمى علينا كده أفكار معينة أو رأي معين عنده، للأسف إحنا تبنينا الرأي ده وبدأنا إن إحنا نكون صورة مشوهة عن نفسنا نتيجة الكلام اللي اتقال لنا ده. ومن كتر ما هو أثر علينا من جوه عقلنا قوي، فإحنا بقينا بنتصرف على أساسه وبقينا بنتصرف بشخصية غير شخصيتنا الطبيعية. ممكن الكلام ده يكون جاي مثلا من أب أو أم أو مدرس أو مدرسة، جد أو جدة. ممكن لما الإنسان يكبر شوية ممكن من زوج أو زوجته، أو ممكن مثلا يجي من حما، ممكن يجي من جار. أي حد ممكن يكون تأثيره كبير علينا، وخصوصا كل ما كان قريب مننا كل ما تأثير كلامه كان كبير أكتر. الكلام ده بيكون عننا الصورة المشوهة دي. نصحى في يوم نلاقي نفسنا مش عارفين إحنا مين. تبصي لنفسك تقولي أنا مين؟ هو ده أنا فعلا اللي كنت من 5 ولا 10 سنين قبل كده؟ هل هي دي روحي؟ هل مثلا أنا دلوقتي عندي أحلام زي ما كان عندي من قبل كده، قبل ما الناس يقولوا رأيهم فيا ويحطوا عليا عقليات معينة أبدأ إن أنا أتصرف على أساسها؟ يمكن وانتي بتتفرجي دلوقتي تحس إنك أصلا متأخرة على حلم كنتي بتحلمي بيه زمان، متأخرة على خطوة في مشروع تبدأي فيه، متأخرة على حاجة تتعلميها، لغة تتعلميها أو هواية أو حرفة معينة تتعلميها، خطوة منك تجاه ربنا ان انت تحسني من علاقتك بربنا، تحسني من صلاتك، تبدأي انك تواظبي على اذكارك. انا بقولك الكلام ده مش علشان الومك ولا اقولك ان انت متأخرة بسبب الضعف اللي فيكي، بالعكس انا عايزة اقولك اللي مأخرك ان انت سايبة نفسك للعقلية المعينة دي، العقلية المشوهة اللي انت بتتصرفي على اساسها دي. وهي العقلية دي انت تبنتيها من غير ما تقفي لحظة كده وتسألي نفسك هل فعلا العقلية دي بتساعدني وبتخدمني أحقق أحلامي، ولا العقلية دي فعلا بتضيع عمري؟ اللي خلاني أحس بأهمية موضوع النهاردة ده إن إحنا بنتبنى عقلية معينة بتضيع عمرنا، موقف حصل لي من حوالي أسبوعين. كنت راكبة ديدي، والكابتن بتاع ديدي كانت بنت صغيرة عندها حوالي 25 سنة. واتكلمت معاها كده يعني تجاذبنا الحديث كده، لاني حسيت ان هي متضايقه ومهمومه وباين جدا على وشها الموضوع ده. فاتكلمت معاها وقلت لها اكيد انتي بتتعرضي بقى في موضوع السواقه ده لمشاكل كتير، وطول النهار كده في الشارع عماله يركب معاكي ده ويركب معاكي ده. انا عارفه الناس يعني السواقه في مصر مش احسن حاجه، وممكن حد يركب معاكي يضايقك او حاجه. فهي قالت لي جمله صادمة، قالت لي أنا بقتل عمري في الشغلانة دي. هي قالت لي كده والله بالحرف، الجملة حرفيا كده، قالت لي أنا بقتل عمري في الشغلانة دي. أنا استغربت إن هي بنت صغيرة كده وشكلها كيوت ورقيقة إن هي قالت كلمة عظيمة جدا زي دي. يعني هي كلمة قوية بصراحة. لما قعدت اتكلمت معاها شوية قالت لي أنا كان معايا سكوتر وكنت بروح بيه الشغل وبرجع، وكنت مبسوطة جدا، والموضوع كان سريع ومنجز وهي حباه، وكمان كان ضمن البادجت بتاعتها والميزانية بتاعتها. إلا إن مامتها يعني كانت دايما تقول لها أنا غضبانة عليكي طول ما انتي بتركبي السكوتر ده، كل ما انتي بتنزلي أنا غضبانة عليكي. هي طبعا بتقول لها كده، ممكن الأسلوب ما يبقاش أفضل حاجة وكان في أساليب تانية احسن بكتير، الا انها كانت من خوفها عليها كانت بتقول لها الجمله دي، لحد ما البنت فعلا باعت السكوتر بتاعها واشترت، حطت المقدمه يعني بتاعه العربيه واشترت العربيه، والعربيه طبعا عليها اقساط بتقولي لمده 10 سنين. فالمهم ان هي قالت لي انا سبت الشغل بتاعي لان الشغل ما كانش موافي القسط بتاع العربيه، فاضطريت ان انا انزل على العربيه شغل
بتاع اللي هي يعني توصل الناس زي تاكسي او كده، علشان تقدر ان هي توفي القسط بتاع العربية. طبعا ده ما يقللش خالص من اي شغلانة في العالم، كل شغلانة ليها ظروفها وليها ملابساتها، بس انا بحكي لكم هي ازاي بتتكلم عن نفسها بمرارة ان هي سابت شغلها وسابت الحاجة اللي هي بتحبها علشان مامتها كانت خايفة عليها من السكوتر، فاضطرت ان هي تبيع السكوتر وتشتري عربية، ودلوقتي هي مسحولة حرفيا وقتل عمرها في الشغلانة دي علشان تقدر تجيب قسط العربية. فالفضول خدني كده ان انا اكمل معاها شوية دردشة واقول لها هو انتي كنتي بتشتغلي ايه اصلا، عشان هي قالت لي ان هي اصلا كان مرتبها كبير لكن ما كانش موفي القسط. قالت لي انا اخصائية دكتورة علاج طبيعي، وللأسف الشغل بتاعي ما كانش بيوفي القسط بتاع العربية، فاضطريت ان انا اسيب شغلي اللي كنت بحبه واللي كنت فعلا بدأت ان انا ابني اسم فيه، وكنت فعلا باخد فيه خطوات متقدمة ان انا اتعلم كل يوم حاجات جديدة علشان اساعد الناس. وكنت دي حاجة انا عارفة ان انا مش هقدر اعملها دلوقتي خالص جنب الشغل ده. كان صعبان عليا مقدار الأسى والحزن اللي هي بتتكلم بيه عن نفسها وعن مستقبلها، ان هي قدامها مش اقل من 10 سنين تشتغل في نفس الشغلانة اللي هي مش حباها، اللي هي مش هتتطور فيها، علشان توفي أمور مادية للأسف كانت نتيجة تصرف معين اتحط في دماغها، نتيجة عقلية معينة، نتيجة اعتقادها حاجة معينة اتحطت في دماغها، وللأسف هي دي اللي على كلامها أو على اقتباس فعلي من على لسانها ان هي بتضيع عمرها، بتقتل عمرها في الشغلانة اللي هي ما بتحبهاش. ومن هنا جت أهمية فكرة العقلية اللي احنا لو غيرناها ممكن ان هي تغير حاجات كتير جدا في حياتنا، ولو احنا سيبنا نفسنا ليها برضو هتغير حياتنا، وبرضو هتخلينا عايشين حيرانين جدا، تايهين جدا، مش عارفين اصلا احنا مين، لان احنا اتشوهنا، كنا انسان وبقينا انسان تاني. الانسان التاني ده بناء على كلام الاخرين، بناء على ان احنا عايزين نرضي الاخرين، بناء على تربية احنا تربيناها ان احنا احتياجاتنا واهميتنا ورغباتنا محطوطة في آخر حاجة في القائمة إذا كان أساسا موجودة في القائمة. عشان كده حسيت أن موضوع العقليات اللي بتحبسنا جواها وبتضيع عمرنا مننا لازم يكون عندنا وعي بيها، لازم نكون عارفين لو احنا حيرانين وتايهين وبقالنا سنين محطوطين في نفس الدايرة من غير ما نخرج منها خالص، ايه هي العقليات دي؟ هنكتشف مع بعض كل واحدة فينا عندها عقلية أو 2 أو 3 أو الأربعة، هم 4 عقليات. هنكتشف مع بعض كل واحدة فيهم وإزاي نفك نفسنا من العقلية دي، ونبدأ إن احنا واحدة واحدة ناخد خطوات عملية بسيطة جدا جدا، إلا إن هي ليها التأثير الكبير قوي قوي علينا. أول عقلية من العقليات اللي بتضيع عمرنا فعلا اسمها عقلية أنا هعمل بس لما. يعني مثلا أنا هبدأ في المشروع بس لما الولاد يكبروا، أنا هبدأ إن أنا أخس بس لما ظروفي المادية تتحسن شوية، أنا هبدأ إن أنا أحفظ قرآن لما أكون مستعدة ولما يكون عندي مكان معين في البيت أقدر إن أنا أركز فيه وأحفظ فيه بتركيز، أنا ممكن أبدأ المشروع بتاعي بس هستنى يكون عندي شريك. المشكلة هنا إن لما دي عمرها ما بتيجي أبدا، إحنا بنتعلق بفكرة بعدين علشان نغطي على خوفنا إن إحنا نبدأ فنفشل، خوفنا ان احنا نبدأ فيضحكوا على احلامنا والمشروع اللي احنا بدأنا فيه، خوفنا ان احنا ما نعرفش نرضي جميع الاذواق في الحاجة اللي احنا عايزين نبدأ فيها، او خوفنا من ان احنا يمكن نبدأ فننجح والنجاح ده بيطلب معاه شوية تضحيات احنا مش مستعدين ان احنا نضحي بشوية مجهود، بشوية وقت، بشوية سهر، بشوية ترفيه كان موجود عندنا قبل كده. الخوف هو اللي بيخلينا في الوقت ده عمالين مهووسين بفكرة ان احنا نأجل، واحنا كل شوية عمالين نأجل. طب امال امتى هنبدأ؟ يعني التأجيل ده مش بيعمل اي حاجة غير ان هو عمال بيحرق ايام من عمرنا ورا بعضها. ما اقدرش اقولك ان الحل ان احنا نصلح كل الحاجات دي مع بعض ونبدأ في كل الحاجات دي مع بعض، لا بالعكس، كده احنا نبقى بنفتح الموضوع على البحري وساعتها هنقفله تاني بسرعة من كتر خوفنا. احنا متعطلين بسبب الخوف وبنقول بعدين ولما وان شاء الله وهستنى لما، كل ده بسبب ان احنا خايفين. لازم نبسط الموضوع على نفسنا، ما تفتحيش الموضوع على الاخر، لازم تكوني مستعدة لأقل قدر من بذل المجهود في الحاجة اللي انت نفسك تحققيها وتلحقي عمرك بسرعة قبل ما هو يضيع على الفاضي. فاوعي تأجلي، فكرة التأجيل بتحرق الأيام، بتضيع العمر. لما تقولي أنا هخس، لما أنا هبدأ ألتزم، لما أنا هغير لبسي، لما أنا هبدأ أحفظ قرآن، لما
طب لما هتيجي امتى؟ بقالك كذا سنة بتقولي لما، طب وبعدين؟ دي من العقليات اللي بتضيع عمرك، اوعي تسمعي كلامها. تاني عقلية من العقليات اللي بتضيع عمر الست اسمها انا مش قدها. عقليتها عن نفسها ان هي انا ما بعرفش التزم، انا ما بعرفش اعمل الموضوع ده لوحدي، انا ما بعرفش ان انا اخد خطوات والتزم لفترة طويلة، انا ما بعرفش ان انا اعمل حاجة انا ما تعودتش عليها من وانا صغيرة، انا دماغي اصلا مش منظمة، انا مش شاطرة ابدا في الموضوع ده. كل دي افكار عقليتها عمالة تبثها جواها وتبدأ ان هي تتصرف على اساسها. تعالوا كده نسأل نفسنا الكلام ده اصلا جاي منين؟ تعالوا كده ندخل جوه عقلنا ونشوف مين اول حد قال لنا الكلام ده. الكلام ده يا جماعة بيبقى ظاهر عندنا من واحنا صغيرين، دايما يقولوا لنا ايه؟ انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجة لوحدكم، انتوا ما بتعرفوش تلتزموا. انا كنت متأكد على فكرة ان انت مش هتعرفي تجيبي مجموع كويس، انا كنت عارف ان انت مذاكرتك دي اي كلام ومن على الوش. فاتكون عندنا كده زي قناعة من اراء الناس اللي حوالينا، والقناعة دي بدأنا ان احنا نتصرف على اساسها. يعني احنا خدناها كأنها قاعدة، طالما هم رأيهم فيا كان كده يبقى أنا كده. لكن في الحقيقة أقفي عند الحد ده وقولي دي الكلام ده جاي من آراء خاصة بالناس اللي حواليا في وقتها. مش معنى كده إن الآراء دي صح. أنا لما أبقى بتصرف على أساس الآراء دي يبقى أنا كده بأكد إن هم رأيهم كان مظبوط، في حين إن أنا مش كده. انا اقدر ان انا اتعلم كل حاجة. انت بقى تعكسي الموضوع، تقولي انا ما بقدرش اعمل كل حاجة لوحدي، انا هبدأ ان انا اتعلم ازاي اعملها لوحدي، انا هبدأ ان انا التزم. وتدوري في شريط ذكرياتك كده على حاجة انت التزمتي فيها قبل كده، وتبقى دي زي الريفرنس بوينت او المرجع بتاعك ان انت التزمتي في حاجة قبل كده وبدأتي فعلا تعملي تغيير، ويبقى انت فعلا بتعرفي تلتزمي. مش كل جملة تطلع في دماغك تقولك انت مش هتقدري تكملي الا هم اسبوعين، او مثلا المشروع ده للناس الشاطرة وانت مش من الناس الشاطرة، او مثلا لازم تكوني شاطرة في الحسابات ولازم تكوني شاطرة في التعاملات ولازم يكون عندك علاقات كتير علشان تعرفي تفتحي مشروع وانت ما عندكيش الكلام ده. كل الافكار دي كل ما تجيلك لازم تردي عليها بكلمة وفكرة ان انت هتبدأي تتعلمي. غيري القناعة اللي هم زرعوها جواكي وبتتصرفي على اساسها دي، غيريها وابدأي تصرفي على اساسها، من غير برضو ما تفتحي الموضوع على الاخر، ومن غير ما تقفي عند حد معين وتقفي عند كلام ناس معينين وتحققي رأيهم فيكي ان انت مش هتقدري، ان انت مش قدها، ان انت ثقتك في نفسك خلاص مش هتقدري انك تبنيها بتصرفات بسيطة ممكن ان انت تبدأي فيها من النهاردة. شوفي انت عايزة ايه وابدأي جزئيه، وابدأي انك شوفي الكلمات اللي بتتردد جواكي. كل ما تسمعي كلمة انت مش قدها، انت ما بتعرفيش تعملي حاجة لوحدك، انت مش شاطرة في الموضوع ده، انت مش بتاعة التزام، انت مذاكرتك اي كلام، انت مشروعك ده هيفشل، الكلمات دي كلها ردي عليها. العقلية الثالثة اللي بتضيع عمر الست اسمها عقلية الناس اهم مني. خلينا كده نتكلم بصراحة، كلنا عندنا نسبة كبيرة من ارضاء الاخرين. كم مرة قلتي حاضر لزيارة مش عايزة تروحيها، لخدمة معينة مش عايزة تقومي بيها، لكلام معين اتقال قدامك فانتي وافقتي عليه وحسيتي ان انتي طالما اللي حواليكي كلهم قالوا ماشي فانتي بتقولي ماشي. اكله يا ستي انتي ما بتحبيهاش بس انتي اضطريتي انك تاكليها علشان اللي حواليكي قالوا لك كليها احسن حد يزعل ولا حاجه. كل الامور دي بتخليكي تخرجي كده بره نفسك وتبقي مجرد تابعه للناس اللي حواليكي. من اخطر الحاجات اللي بتحصل لنا بعد ما بنخرج بره نفسنا ان احنا بنحس بالغضب بعد فترة، ان احنا طلعنا بره نفسنا وبقينا تايهين، بقينا مجرد نسخ من الناس اللي حوالينا، وبقينا زي ما بيقولوا كده إمعة. انا مثلا عايزة احافظ على علاقتي بالناس الفلانيين، يبقى لازم ان انا أراعيهم وألبي لهم كل طلباتهم اللي بيطلبوها مني، حتى لو كانوا بيستغلوني، حتى لو كانوا بييجوا على أساس احتياجاتي، حتى لو كانوا مش واخدين بالهم أساسا مني. مجرد أن أنا بحافظ على إرضائهم وبحافظ على علاقتي بيهم، وأن أنا بحاول أن أنا ألبي لهم كل اللي هم يطلبوه، فأنا كده بقيت غضبانة جدا جدا من نفسي، لأن أنا ما بقيتش نفسي. فإحساس الغضب من النفس ده بيترجم بقى على مختلف الناس، كل واحد على حسب الاستعداد بتاعه ممكن يظهر في أمراض مزمنة،
ممكن يظهر في احيانا تلعثم كده في الكلام، ممكن يظهر في آلام عضلية شديدة، ممكن يظهر دايما في صورة خمول وكسل، وتلاقي الناس دايما بتتاوب وان هي متضايقه، هي متضايقه داخليا، بس الحاجه اللي ظاهره على الوش ان هي بتبقى دايما بتتاوب، عندها خمول وكسل، جسمها تعبان، مش قادره تمشي، مش قادره تبذل مجهود. ده طبعا غير الحاجات النفسيه اللي بتظهر نتيجه ان الواحد بيكون غضبان، ان هو يكون عنده قلق، ان هو يكون عنده توتر، ويكون عنده ارق بالليل، وما يعرفش ياكل كويس او ياكل كتير زيادة عن اللزوم. العقلية دي زي ما تكون بتدي رسالة كده لنفسنا: على فكرة انت مش مهمة وهم اهم منك، على فكرة انت مالكيش رأي ورأيهم هو المهم. لازم ان انت تحافظي على الناس اللي حواليكي يكونوا راضين عنك، ومهما جم على احتياجاتك، ومهما جم على آرائك، ومهما انت كنتي عايزة اي حاجة، مش هيدوكي اساسا فرصة انك تطلعي قدامهم، ولا هيدوكي اساسا فرصة ان انت تعبري عن نفسك، لان ده ضد مصلحتهم، لان ده ضد فكرة ان انت بتلبلهم رغباتهم وبتحسسيهم بنفسهم. والحل مع العقلية دي مش ان احنا نكون انانيين ولا نفكر في نفسنا وبس بصرف النظر عن الناس اللي حوالينا، الا ان احنا هندي نفسنا الأولوية. زي ما الناس اللي حوالينا مهمين، انا كمان مهمة. لازم تقولي لنفسك الفكرة دي دايما، لازم تحطي لنفسك حدود، لازم تكوني عارفة ايه الفرق بين واجباتك والحاجة اللي هي مش واجباتك. كانت واحدة صاحبتي بتقولي ان الثيرابيست بتاعها بيقول لها: اعملي جدول اسمه الفرض والفضل، اعملي الحاجات اللي ليها الفرض فرض عليكي، اكتبيها في جدول كده، شوفي ايه الحاجات اللي فرض عليكي تعمليها، واللي هي الحاجات اللي اساسا احنا موجودين عشانها، واساسا احنا دي من مسؤولياتنا، والحاجات اللي هيسألنا عليها ربنا. لكن الفضل ده اكتبيها في الخانة التانية من الجدول. الخانة بتاعت الفضل دي لما انت ما تعمليهاش، او لما انت تعتذري عنها، او لما تقولي لا عليها بمنتهى الثقة لكن بذوق، ما تحسيش بالذنب ان انت ما عملتيهاش، ما تخليش حد تاني يحسسك ان انت كان المفروض انك تعمليها بس انت مش المفروض تعمليها. لما تحددي لنفسك بقى الجدول ده، هيبان عندك كده بوضوح ايه الحاجة اللي انت هتقولي عليها لأ وتمرني عليها دايما، وايه الحاجة اللي واجب عليك انك تعمليها ومن اولوياتك اللي انت تعمليها، ما تقدريش ان انت تتهربي منها. عايزاكي تتدربي يوميا على موضوع انك تقولي لا بثقة. كنا عملنا فيديو عن الموضوع ده قبل كده، ممكن اسيبه لكم في الديسكريبشن، بس هتمرني نفسك كل يوم على انك تقولي: انا فعلا عايزة اساعدك، بس هخلص اللي ورايا واشوف اذا كان عندي وقت كفاية. العقلية الرابعة اللي هي مهمة جدا اسمها عقلية انا لازم استحمل. كلنا بلا استثناء اتعودنا في فترة معينة ان مطلوب مننا ان احنا نستحمل اي حاجة مهما كانت بدون اي نية للتغيير. العقلية الرابعة بتقول دايما انا لازم استحمل. العقلية دي دايما بتقول للست: انت اتخلقتي علشان تستحملي، فانت لازم تستحملي ضغط عصبي، ضغط نفسي، قلة تقدير، قلة احترام، زعيق، احتياجاتك ورغباتك ملهاش اي موقع في الخريطة. وكل ده انت لازم تستحمليه من غير ما تفكري انك تغيريه، حتى لو كان التغيير ده هيخفف عنك ويخفف عن الناس اللي حواليكي. ساعتها العقلية دي بتقتل روحك بالبطيء، بتخليكي تحسي ان انت ما تقدريش تعملي اي حاجة، وان انت دايما تقولي ايه الحمد لله، بدل ما مثلا احاول اغير حاجة فده يعتبر اعتراض كده على قدر ربنا اللي انا محطوطة فيه. مع ان الدين والرسول عليه الصلاة والسلام له حديث بيقول: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني انا ما تسببش في ضرر لنفسي، ولا ضرار يعني انا ما تسببش بضرر لغيري، ولا كمان ان انا اقبل ان حد يوقع الضرر بتاعه عليا. يعني انا لازم احافظ على نفسي واحافظ على حدودي واحافظ على نفسيتي من ان انا استحمل حاجة هي ممكن ان انا ما استحملهاش. مش ضروري ان انا اتحمل كل العبء، مش ضروري ان انا اتخلقت علشان اتحط كده وصمة على دماغي او وصمة عليا ان انا الكائن ده مصمم ان هو يستحمل، وكل ما استحملتي اكتر كل ما اللي حواليكي هيحملوكي اكتر. ودي قاعدة كلنا عارفينها. في لحظة معينة من لحظات التحمل الرهيبة دي بتحسي ان انتي روحك بتتسحب كده بالبطيء، بتبطلي تتكلمي، بتبطلي تعبري، بتبطلي اساسا تطلبي حاجات لنفسك، بتحسي ان انتي بقيتي مستباحة.
اي حد يقدر يعمل اي حاجه فيكي، واي حد يقدر يقولك اي حاجه ويطلب منك اي حاجه علشان انتي بتستحملي. فانتي تفضلي تستحملي تستحملي لحد ما تيجي عند نقطه معينه مش هتقدري تستحملي اكتر من كده. انتي شوفي نفسك عايزه توصلي للمرحله دي ولا لا، عايزه تكوني فعلا الانسانه اللي بتستحمل كل ضغوط الاخرين عليها ولا لا، ولا انتي مستعده فعلا تسالي نفسك السؤال: هل انا فعلا عايزه ان انا استحمل واوصل لكميه شديده جدا من الضغط لحد ما انفجر، ولا انا محتاجه ان انا اتعلم ازاي اني احط حدود؟ الحدود دي هي اللي فعلا هتخليني ابدا بشويش اتحمل الحاجه اللي ينفع ان انا اتحملها، او اللي ما ينفعش اساسا ان الدنيا تمشي من غيرها، والدنيا مليانه صعوبات نستحملها ونحاول نغير فيها، بس بنستحمل القدر المقبول منها. وايه الحاجات اللي انا محتاجه فعلا ان انا احط فيها حدود، لان مفيش داعي ان حد يوقع ضرره عليا، وان انا افضل واقفه ساكته ومكتوفه الايدي، ما بدافعش عن نفسي، ما بحطش حدود، ما بردش حتى على اللي بيحاول ان هو يوجهني اي نوع من انواع اللوم او العتاب او الضغط اللي انا لازم استحمله واسكت. يمكن الكلام اللي اتكلمنا عليه النهارده يكون تقيل شويه ويكون لمس في اوجاع تكون موجوده عندنا كلنا، الا ان الوجع ده مهم والوجع ده مفيد، لان اول خطوات العلاج ان احنا نعرف ايه هو المرض، ايه هي المشكله. مجرد ان احنا شخصنا المشكله وعرفنا احنا عندنا انهي نوع من انواع العقليات ونبدا ان احنا نشتغل عليها. انصحك نصيحه مهمه جدا ان انت ما تبدايش في كل المواضيع وتفتحي الموضوع على البحري زي ما قلنا. اختاري عقليه واحده من العقليات اللي عندك اللي موجوده يعني في الشرح اللي احنا شرحناه ده، عقليه واحده تبداي انك تشتغلي عليها، وتبداي انك تدي لنفسك رسائل وتكرريها على نفسك، وتبداي انك ترجعي لتاريخك قبل كده تشوفي انت فعلا متبنية القاعدة دي عن تجربة. يعني هل انت فعلا ما بتعرفيش تلتزمي بحاجة، ولا ده كلام من الكلام اللي كان متقالك قبل كده والعقلية انت سايباها تسحبك ناحية القصة دي؟ قولي لنفسك كلمة معاكسة ليها، مش مثلا تقولي انا ما بلتزمش باي حاجة، انت تقولي انا هعرف ان انا التزم، او انا هتعلم ان انا التزم، او انا هشوف حد يشجعني اني التزم. كل الحاجات دي بتفرق معانا وبتبني عندنا زي تباديل كده للجمل اللي كانت بتظهر من العقلية من اللاوعي كده، نبدأ ان احنا نبدلها بجمل تانية تظهر في الوقت اللي احنا عايزين فعلا نعمل فيه اي تغيير في حياتنا. مهم جدا لو كانت مشكلتك في التأجيل انك تتعودي انك تصغري الهدف جدا، تصغري الخطوة جدا، بحيث ان انت ما تقدريش انك تغيريها، وتحتفلي بنفسك وتكافئي نفسك زي ما قلنا قبل كده لو انت فعلا قمتي بالموضوع ده، وكل يوم توعدي نفسك انك هتزودي في الخطوة دي لحد ما توصلي للحاجة اللي انت عايزاها. لو مشكلتك مثلا في ان انت عايزة ترضي الناس اللي حواليكي كلهم، مرني نفسك كل يوم على انك تقولي لا واحدة بشكل واثق وبشكل لطيف، بحيث انك تحققي مع التدريب مع الاستمرار ان انت توقفي الناس عند حدودها، وما تخليش حد ان هو يحس ان هو اهم منك. انت دايما ليكي الاولوية، زي ما هم مهمين انت كمان مهمة.